السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أهلا أكادير. فيديو اليوم سنتعرف على واحد من الشوارع والمحاور الرئيسية في مدينة الإنبعات أكادير، هو شارع الجيش الملكي. شارع الجيش الملكي كيمتد من مدار طريق مراكش قرب الحي المحمدي المؤدي إلى الميناء، وهو المكان اللي كنتواجدوا فيه الآن، حتى الحي الإداري ديال أكادير قرب مقر الإذاعة الوطنية. حنا الآن في طريق مراكش، على اليمين حي المحمدي وعلى اليسار حي ليزاميكال. شارع الجيش الملكي تمت إعادة تزفيته وتهيئته قبل وقت قريب كما غادي يظهر لنا في الفيديو. الشارع كيمر بالقرب من أحياء تادارت وحي الشرف وحي الوداديات ليزاميكال وحي تالبرش وصولا إلى المدينة الجديدة أكادير والحي الإداري لأكادير. بعد الوصول إلى هذا المدار على اليمين ديالنا طريق نحو حي الشرف وحي الإقامة، وأيضا الطريق نحو سواحل أكادير مثل تغازوت وأغرد وغيرها، بينما على اليسار كنوجدوا حي طالبرشت والنهضة وليزاميكال. على اليمين ديالنا دائما هنا اللي كنشوفوا في الصورة حي تادارت اللي سبق لينا وتناولناه في فيديو على القناة، وعلى اليسار ديالنا حي ليزاميكال وحي أنوار سوس. شارع الجيش الملكي كيتميز بأنه كيربط شرق المدينة بالغرب ديالها، وكيتميز أيضا هذا الشارع بوجود محلات ومرافق متعددة سنتعرف عليها ذهابا وإيابا. الآن نحن دائما على طريق شارع الجيش الملكي، على اليمين ديالنا فيلات حي تادارت وعلى اليسار ديالنا عمارات سكنية. على طول الشارع غادي نلقاو عمارات سكنية وتحت منها محلات تجارية. نحن دائما اليمين ديالنا فيلات حي تادارت وعلى اليسار ديالنا الشقق السكنية. حنا مازلنا في بداية شارع الجيش الملكي، على اليمين ديالنا حي تادارت. هنا تنلقاو مقهى حداه محل لبيع المواد الغذائية، ثم حداه وكالة بنكية مصرف المغرب، ثم كاين حداها وكالة بنكية أخرى الشركة العامة اللي كتبان لنا الآن في الصورة. حداه كاين موقف للسيارات. هذا الطريق اللي على اليمين كتدي لحي تادارت. هنا كنلقاو مقهى زائد محل لبيع المواد الغذائية وصيدلية، محل لبيع أنواع الشوكولاتة، وكالة التأمينات، سوق ممتاز، مخبزة. كنلقاو كذلك صالونات الحلاقة والتجميل، محل لبيع وكراء الملابس التقليدية، وكالة عقارية، شركة خاصة بتجهيز المسابح والحدائق، زائد وكالة عقارية، مصبانة أيضا، محل لبيع كل ما يلزم المنزل، وكالة أصفار، مصبانة، أوبتيسيان. ثم كنلقاو عمارة فيها مكاتب ومحلات تجارية، زائد محل تجاري لبيع المواد الغذائية، وكالة أصفار، ومقهى وسناك، زائد صالونات الحلاقة، ثم وكالة للتأمينات RMA، وكالة تحويل الأموال كاش بليس، زائد بارافارماسي. هذا الطريق هذا تيدي لحي الشرف وحي تادارت. هنا كنتمشاو دائما على طول شارع الجيش الملكي. هنا دي واحد المنتزه صغير. هنا هاد الطريق اللي على اليمين تيدي لحي الإقامة، كيوصل حتى لطريق مراكش. هنا هذه البداية ديال حي الإقامة. هادو هما الفيلات ديال حي الإقامة اللي كنشوفو دابا. كنتمشاو دائما على طول شارع الجيش الملكي. دائما هذا اللي على اليمين حي الإقامة. حي الإقامة كله حي فيلات سكنية. دائما ما زلنا في شارع الجيش الملكي. كما قلت سابقا شارع الجيش الملكي كيربط شرق المدينة بغربها. هنا دائما الفيلات ديال حي الإقامة. هذا الشارع اللي وصلنا ليه دابا على اليمين هو شارع الرئيس كينيدي. إلا درنا على اليسار سنوصلوا شارع الجيش الجنرال الكتاني اللي سبق لنا وتناولناه في فيديو على القناة.
هنا غادي نلقاو عمارة تينمل، المسجد اللي كيبان لينا هو مسجد لبنان. كنوجدوا حتى جامع لبنان، مقاهي ومطاعم ووكالات أسفار ومحلات تجارية. هنا دي ساحة المسجد، هنا القرب منها كنوجدوا صيدلية، مكتب صرف العمولات، وكالات أسفار ومحلات تجارية لبيع الملابس مثل مايسترو ريبكول. وكنوجدوا كذلك وكالة بنكية الشركة العامة. هنا كنهيو الجولة ديالنا في الشارع من جهة اليمين، غادي نقوموا بدوميتور باش نتعرفوا على الشارع من الجهة الأخرى. حنا الآن كنتواجدوا في شارع الحسن الثاني اللي سبق لنا وتناولناه في فيديو على القناة، وغادي نرجعوا باش نكملوا الشارع من الجهة الأخرى. هنا على اليمين كنلقاو محلات تجارية متنوعة وسناكات ومقاهي أيضا. هنا في هذا المكان بالضبط كنلقاو سينما ريالتو، هي مغلقة الآن مثل العديد من دور السينما في المغرب، وقرب ديالها كاين العديد من المحلات التجارية والبازارات والسوق المركزي أكادير، وكذلك مطاعم ومقاهي ومحلبات. كنواصلوا الطريق ديالنا في شارع الجيش الملكي. هنا أيضا كاين العديد من المحلات التجارية المتنوعة والمقاهي والوكالات البنكية كما تشوفوا معنا الآن في الصورة. هنا على بعد خطوات كنلقاو المركز الثقافي الفرنسي. هنا وصلنا لشارع الرئيس كينيدي اللي تيدي لحيطة البرشت، حيطة البرشت اللي سبق لنا وتناولناه بالتفصيل في فيديو على القناة. هذه اللي أمامنا الآن على اليمين هي الحديقة البرتغالية، حديقة أولهاو. كنمر دائما بالجانب من حديقة أولهاو أو الحديقة البرتغالية بأكادير. قربها كنلقاو إقامة المدرس ومقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية والتعليم. وأيضا كنلقاو مستنبت لبيع الشتلات وكل ما يتعلق بالبستانة. هذه الطريق هذه كدير المارشي ديال طالبرشت وحي طالبرشت. هنا كنلقاو صيدلية وعيادات طبية. هذا الشارع اليمين هو شارع الشيخ محمد السعدي، تيدي الأسواق السلام، عمارة مرحبا وشركة العمران، وكيدي كذلك الحي النهضة وحي طالبرشت. هنا كنرجعوا للجزء الأول ديال شارع الجيش الملكي اللي بدينا منه الجولة ديالنا. هنا كنلقاو ميني ماركت، محلات لبيع الخضرة والفواكه، عيادات طبية وصيدلية، مكتب صرف العمولات، مخبزات، مصبنة، وكالة بنكية، أوبتيسيان، سناكات ومقاهي، بيتزيريات، مخبزات، وكالة تحويل الأموال. كنلقاو كذلك وكالة بنكية. الطريق اللي على اليمين هنا تيدي لحي أنوار سوس. هنا تلقاو سناك سنابي، عاد حل الفرع الجديد ديالو في شارع الجيش الملكي. كذلك كنلقاو محل بيع الأثاث والمفروشات، حداه محل بوش لبيع التجهيزات المنزلية. كذلك كنلقاو وكالة بنكية. هنا مدرسة خاصة. هنا تلقاو صالون الحلاقة والتجميل ريش فلور، حداه وكالة العمران، وكذلك حداه صيدلية. هنا محل بيتزا هات ومقاهي ومحلات جديدة. دائما على طول الشارع تلقاو عمارات التحت ديال منها محلات تجارية والفوق شقق سكنية على طول الشارع دائما. هنا أمامنا تنشوفوا الحي المحمدي وفيلات تمديد إليغ المعروفين أيضا بفيلات الحي المحمدي، واللي سبق لنا ودرنا عليهم فيديو في القناة، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، ما تنسوش الإعجاب به وترك تعليق والاشتراك بالقناة إذا كنتم غير مشتركين. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.